يا معمل به. ها؟ اصبر كل شيء عشبر. كمل العمر احنا صابرين، كمل العمر احنا صابرين. اللي مش داري يقول بلسان. اخي خالد ازعجنا اتصالات، والله ما انا داري ما اقول له اقول له دغدغوا البيت ولا اقول له الريحه كشله، ما اقول له اقول له شلوا الشارع قزع فوق الارض، قزع فوق شارع، ما اقول له سالك بالله، ما اقول له ودرق البياس كيف بياس اخرت تغدقوني علشان ورقه. والله اني مشكله، لكن انت استيسرت. المفروض ان هاشم جنبك. هاشم راقد طالع. قد النصيحه الله ركز معي. شوف هذه الورقه مهمه من الشيخ مفاوض، توصيه على ضوءها يعوضون البيت والشارع. لا تفقد الامل يا اخي، خلي عندك امل. ايش فيك؟ ما التعويض والله يعوضونه صمير ولا رضا. حرام لا يعوضونه ولا برصاص معوض. رسم رخيص الرصاص المعوض. هذه يعني يقدر يعوضونه في البيت. بكره تحركنا. بسم الله. انا اشكرك يا جعفر، عاد نخلي ترطب قلبي. الله الصبر لا الصبر. مع السلامه. يلا مع السلامه. سقي تعاملنا بالابواب ولا نطرحهم يضيعوا بعد أنت متأكد إنه هشام هنا؟ ايوه يا اخي انا هشام. ايش فيك؟ أيوه كيف قول له؟ يا اخي على جنب، بقول لك على جنب. على جنب يا ولد. اين وقف قلبك الله؟ سبحان الله اينهم واقفين. لو فعلوا واقف زي الناس ما لهم شيء. على جنب هنا هنا. يا اخي على جنب، يا اخي على جنبك في ايش فيك؟ حول ولا قوة الا بالله. امركم الى الله قد يفعلوا بنا وهم امرهم الى الله قد يفعلوا بنا. الحين نعمل مشوار. احنا نعمل مشوار ثاني يا رجاله. هذه ما لها داعي. هات عشرة. امركم الى الله وامرهم الى الله قد يفعلوا بنا. الرجال جنان. هذا الحين كيف نفعل؟ ارجع رب. ها؟ انا ارى ان احنا ركبت الباب ثاني. بسم الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله اساتذه. ايش فيك؟ وساتر. يا اخي سكرتيره. هي آنسة سكتي والله ما ودفت إلا حقك السين هذه من يوم ما شلته. حول ولا قوة. ادخل خلنا نسألها. ما مش عارف أتكشف على نسوان. يا أخي سكرتيلة. تفضل ايش شفتوا؟ نسأل المهندس. أين المهندس؟ هشام موجود. من اقول له؟ بدور نسوا اللهم صل على صهيرة أخو سلوى. حياكم الله. أخو سلوى. حياكم الله. ايش تمنى؟ نشتو علشان الأرضية حقنا اللي دغدغتني يتخي اللي دغدغتني ظلما وبهتان ولا نسيتهم. استنكروا ده إنكم دغدغتني معانا حكم المحكمة. اخر مكتوب على يدك اليمين. وانتم آخر مرة دغدغوا البيت حق أخي. تحرك. صح. السلام عليكم يا اصحابنا. أشوف نسوان. يا اخي آنسة عانسة موظفة. ها سلوى ولا موظفة. اسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا معذر منك يا أخواتي، يعني لقيت لك هشام أين هو؟ من هشام؟ هشام صهيري أخو سلوى. كيف من هشام؟ سيد المدير. المدير؟ أنت المدير؟ لا شكرا، مش انا المدير هناك. الله يخليك. قلت لي شكرا. أديته لي خلاص شاهي. مدير عشا هشام صهيري. نسبه هشام نسبه. ابلع اللقمة بعد سهل تهدر براحتك. هشام مكتب جنبنا وعلى ما اظنه خرج. لا حول ولا قوة إلا بالله. واصل وخارج، اشترينا الأرضية وخارج، عمرنا البيت وخارج، دغدغوا البيت وخارج، وجينا الشارع وخارج، الحين طلعنا حكم وجينا اللي عنده الشيء يشل التعويض هو خارج. كيف نعمل؟ وانا ما دخلني. أنت ما عملك هنا مبرطم ولا ما هو؟
أنا عملية عزيزي مهندس طرق. مهندس الطرق مكسرات، كل شيء مكسر. هندس لك سيارات وتصلح احسن من هندسة الطرق. حرام لا تدخل فلوسها هذا. ايوه هذه اللي اجينا نكتونا وقعفار. احنا اصحاب حق مظالم. اجينا نشو حقنا، نشو التعويض حقنا، حق الارض اللي دقدقتني. أيوه وش المطلوب؟ المطلوب ان نحن نقابل المدير يدي لنا التعويض حقنا. حرام ما نخرج الا بعد ما بتعويض. صح. المدير يا حبيبي خرج، صار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يمكن مدري ما شبهوا عليه من قضية يشتوا يسائلوا فيها. اكيد يحاسبونا على الارضيه حق اللي دقدقه. مش هي أرض، أراضي. احنا كيف نسوي؟ هشام مش موجود نسي. اسمعوا صلوا على رسول الله. استوى حال. هتخطب بعدين. بعد ساير والوضع. كيفه؟ اسمعوا انتم انتظروا عندي هنا في المكتب. إذا جاء المدير وما قد جاش هشام أنا مستعد أدخل معكم لعند المدير. أبصار في إعلان رب أخ لك حتى لهم برطين لم تلده أمك. ما كانت لا تحسب خلينا. خلاص يا رويدة، شكرا. يلا شكرا. الأنسة سكرتيرة هذه كلها ذو يا أخي. هذيك سكرتيرة. اسمعوني يلا توكلنا ندخل عند المدير وهشام لا جاء وعي الحق، لكن رجاء بشرط سايروا الله. ساير بعدي. بسم الله. عموما بما أن الأخ نسب هشام، وهشام طبعا ما هوش معنا في نفس الخط، لكن يلا مش مشكلة. وبيقول هشام أن أوراقك سليمة وبصيرتك معمدة وتوقيع الشيخ مفاوض موجود. هذه بصيرتي أنا. لا شكذب على حد يا مدير ولا شزول على حد. كل حاجة مثبتة، احنا دافعين وهذا حقنا. عين هذا من الشيخ مفاوض. صورت هذه حق الشيخ مفاوض. احنا اصحاب حق يا مدير، احنا اصحاب حق بجلس طالب باطل. خير إن شاء الله. وأنا ممكن أتنازل عن بعض الأشياء التي هي محظورة بحكم أن الأوراق سليمة، وإن شاء الله نحاول أن نعوضك أرضي بدلها، بدل الابنة لبنتين. بس على فكرة أرضية ما تحلم بها إطلاقا، وأوعدك أنه ما حد يوصل لها إطلاقا، ولا حد يآذيك ولا شيء إن شاء الله. إن شاء الله. وبرغم أنك الغلطان. عاد أنا غلطان؟ أسألكم بالله أنا غلطان يا جماعة الخير؟ حق ما قلتش استثمر داخل بلادي؟ حق ما قلتش أعمل لي 6 غرف مطبخ وحمام؟ النسرة نجلس تعير بالنكون. أنت غلطان و100 غلطان لما تروح تشتري أرضية في مكان غير مخطط، وإحنا غير مسؤول عنها. معك قال على الأرض حقنا اللي خارج المخطط، هو صاحبنا من أول ومشافيره خارج المخطط. خير، على العموم شيل أوراقك وروح شوف التعويض اللي هتعمله. أما بالنسبة للبناء اللي بنيته فقد هدم. إحنا ممكن لو في الخطة القادمة إن شاء الله وتوفرت الميزانية ممكن نفكر إن نحاول نعوضك في البناء، مع إنه ما يستاهلش حاجة تافهة. ما يستاهلش، حرام إن إحنا ادينا بشيء وشويات. خلاص يلا أنت والهداء، انتهى الموضوع. انتهى الموضوع كيف يا مدير؟ حرام عليك يا مدير. إحنا أصحاب حق ولا لا؟ أصحاب حق وقعفار. ها؟ قرب ما يسمع شاكذا، ما يسمعش. بس صيح المدير. أنا صيحت فوق المدير، أسألك بالله أنا صاحب حق. باشمهندس صار مش مشكلة، عم تحمله مش مشكلة. صار يا مدير، أهم شيء تحملونا بقدر المستطاع. وأنت ما عليك منه هذا بقدر لبناه طول السنة. ألو قايد. جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أنت يا أولاد؟ الحمد لله نحمد الله نشكره. أبصار الحمد لله عوضك الباري. لا أقول لك اصبر صبرت والباري عوضك الحمد لله. بقعة ما فيها مشاكل ولا فيها جيران ولا فيها شيء، الحمد لله والشكر لله. نحمده ونشكره. لا الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. لا حفر لا مطبة لا مشاكل لا ماء لا كهرباء لا عيشة ولا بشر. اللهم لك الحمد. الحمد لله. وهو الصبر الصار. حتى الجوع لا تشتي يعني تحفر اساس ما عاد تشتري الجوع. الحمد لله موجود الحمد لله. موجود الحمد لله. صدق انه المكان هذا يذكرنا بمكان شفته بالتلفزيون.
أنا قد شفت البقعة هذه في التلفزيون. التلفزيون شفت البقعة هذه بس مش هنا. أين؟ بالقمر. سبحانه معظم شأنه. هذا الحين نعطف على المطبخ والحمام ولا أين؟ هذا خلوا على أخي لما يجي من الغربة يجي لهنا للكربة. الحمد لله، هو مغترب يجي على بيت حاصل. إن شاء الله من غربة لغربة.